فترة المراجعة أكتر فترة بيتعمل فيها ماركتينج عشان حضرتك، وللأسف حضرتك زي أي إنسان بينساق ورا الماركتينج ورا الفلوس وبيفوت أجمد فرصة يقدر يلم فيها المنهج. أحب أشكر في البداية كل الزملاء المدرسين اللي بيقدموا مراجعات حلوة جدا للشباب في المراجعات النهائية وكده، وبنبدأ نعمل ضجة المراجعات وهكذا. ولكن عايز أقولك يا صديق الطالب، يا عزيزي يا حبيب قلب أنت، سواء كنت اولى او تانية او تالتة، انك في حاجات كتير قوي بتعملها غلط. ايا كان لو بتاخد مراجعه مع مين وعملتها او شفت الشخص ده بيعملها، ابعد عنه الفور. رقم واحد، اعاده المنهج عمال على بطال. يعني ايه؟ يعني المستر ده شغال بس هو بيعمل مراجعه نهائيه انه بيشرح المنهج من اول وجديد. حضرتك لو هو بيعمل كده بس ما تاخدش معاه. ليه؟ لان المنهج مش جاست ان احنا نشرحه تاني، ما انت معاك دروس شرح من اول وجديد اصلا. ليه تاخد معاه تاني؟ او ليه تسمع الشرح من اول وجديد تاني؟ ده تعمله جاست بس ان هي حاجه ثانويه. بعدها نبدا نشوف التركات اللي تعبانين فيها، نبدا نطورها سوا، ونبدا كمان نحل كتير، لان مراجعه من غير حل زيرو اي حاجه. تاني حاجه، لو شفت المستر بتاعك ده شغال بدماغه. يعني ايه مستر شغال بدماغه؟ يعني هو عامل مراجعه، خطه مراجعه هو عاملها في دماغه كده، هوب دب مش عارف ايه، يلا هناخد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 حلو قوي، بس مش بيركز على نقط الضعف بتاعتك. يعني مثلا انا بدي مراجعه للانجليش مثلا، فانا عارف ان احنا نشرح المنهج ونشرح السكيلز ونقعد نحل كتير، بس انت شخصيا تحديدا، يعني في حاجه انت بتقع فيها دايما انا ما اعرفهاش، لان احنا مش قاعدين سوا وانا مش بصحح لك حاجه، ممكن ما تبعتليش مثلا ما بعرفش انت وقعت في ايه، ده تعرفه انت. فلازم المستر او اللي هتاخد معاه مراجعه يكون مثلا عامل زي جوجل فورم، او عامل حتى في الكومنتس عنده او بوست جامع فيها كل المشاكل، او حتى لايف يجمع فيها الاسئله بتاعتكم والمشاكل اللي بتقع فيها. يا مستر انا الحته الفلانيه دي مش عارف احلها، السؤال ده اتلخبطت فيه، كل مره بتلخبط فيه، ليه اجابته كذا. يا مستر النقطه الحته دي او النقطه الفلانيه انا مش فاهمها اصلا، مش بعرف احل عليها، مش فاهم السؤال يجي لي ازاي، مش عارف ايه. دي كلها نقط لازم نركز عليها. ليه اصلا اتعملت مراجعه نهائيه؟ عشان اخد الحتت الضعيفه عندك واطورها انا. نقط الضعف عندك والنقط اللي فيها لبس انا اللي اظبطها وانا اللي اشرحها وانا اللي اشيل التراب من عليها واخليها واحده واحده كده رايقه. ده اهم حاجه في المراجعه. لو ما اتعملش حضرتك هتخش الامتحان برضو معاك نفس الغلطه. ما انت في جزء معين بتغلط فيه او مش فاهمه هتغلط فيه، جالك في الامتحان هتغلط فيه، جالك مش عارف هتغلط فيه برضو، لان الجزء ده ما اتضغطش عليه، ما تدسش عليه. وحضرتك لازم تدوس على الجزء ده. زي مثلا لما يبقى، يعني ربنا يعافينا جميعا، لو حد تعبان او حاجه احنا بنضغط على الجرح، لما بنيجي نغير او بنحط الحاجه بنحط وبنضغط على الجرح. ليه؟ مع انه هيوجع، ما عشان الوجع ده يخفف. فانت لازم تضغط على الجرح بتاعك، لازم تضغط على الجمل اللي بتقع فيها، لازم تقول انا ما بعرفش اعمل كذا، اعترف انا يا مستر مش عارف اعمل كذا، مش عارف احل دي، حاسس مش فاهم، مش مشكله. لازم ده عشان نقدر نعالجه في المراجعات النهائيه اللي جايه. النقطه اللي الاخيره وهي الحل القليل. المراجعه النهائيه لازم لها حل كتير جدا. حل على قد ما تقدر، حل بغباء. في حركه تانية كده هقول لك، او نصيحه هقولها لك في اخر الفيديو، بس دي نصيحه لكل الطلاب اعزائي اللي انا كنت بعملها شخصيا وانا في ثانويه عامه. كنت بعملها بصراحه، جت معايا نتيجه جامده جدا، بس هقولها لكم في النقطه الاخيره خالص، في نوت كده مش نقطه اخيره. تعالوا بقى ناخد النقطة الأخيرة سوا، وهي نقطة مهمة جدا تعملها وانت في المراجعة النهائية. ما تشتتش نفسك. يعني ما تسمعش الخمس 7 8 9 10 مدرسين مرة واحدة وتقول أنا مستر أنا باخد مصادر متعددة. لا 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 لا، ما تعملش كده خالص. أنا عملت كده، ولكن هقول لك عملتها إزاي. بص يا سيدي، خد الأول مستر واحد، مثلا سي أنت بتذاكر عربي فأنت بتذاكر نحو، عايز تراجع النحو، افتح مستر فلان الفلاني بتذاكر معاه نحو، خلصت معاه النحو وخلص كل البلاي ليست بتاعته، اوكي خش على مستر تاني، خش على مستر تالت، وهكذا. خش زي ما بتخلص كتاب خش على كتاب تاني، كتاب تالت، كتاب رابع. لكن اللايفات والحاجات دي ما تشتتش نفسك، خليك مع واحد بس، اسمع واحد بس. في المراجعات اللي بتنزل لايفات وحاجات زي كده، او انت بتابع مع حد بتاخد معاه درس او بتاخد معاه منصه او ايا كان، ما تشتتش نفسك، لان التشتت هيؤدي الى لا شيء. والنصيحه اللي كنت عايز اقولها لك بقى، ازاي تلعب صح في حوار المراجعه النهائيه، وازاي تلعب قوي في حوار الحل. لو انت مش قادر تحل كتير، اعمل حاجتين: حل اسئله واسمع مستر بيحل الاسئله. طب مستر هل ده هيفيدني؟ هيفيدك جدا. انت بتاخد دماغ المستر وهو بيحل الانجليزي او هو بيحل اي ماده، انت بتاخد دماغه. افتح مستر بيحل ملزمته، لو هو بيحل الملزمه بتاعته على اليوتيوب مثلا مجانا، اسمعها انت كده كانك اشتريت الملزمه وحلتها بنفسك، بس معاه هو. اسئلته هتثبت في دماغك 100%. بداخل الامتحان وانت مش خايف، انت معظم الاسئله خلاص الافكار عدت عليك اصلا، انت داخل بتفكر بس انت ايه هتاكل ايه بكره او هتاكل لما تروح، بتفكر بجد هتفطر ايه بعد ما تخلص الامتحان، لان انت خدت دماغ المستر وهو بيحل، خدت دماغه بيفكر ازاي في السؤال، ايه الخوارزميات اللي بيمشي بيها وهو بيفكر في السؤال. ايه ده في خوارزميات؟ طبعا يا حبيبي احنا بنحل الاسئله بخوارزميات،
احنا بنحل بطريقه استبعاد، طرق كتير قوي. انت وانت بتسمعني وانا بحل اصلا بحل معاك ازاي. انا بشوف الطريقه اللي بيمشي بيها الطالب البطيخه. انت مش فاهم حاجه، انت قريت السؤال انت مش فاهم حاجه في الانجليزي، ايه ده؟ مش فاهم ولا كلمه. طب هنحل ازاي؟ تعال ناخد، طب تعال نجرب دي، نجرب دي. بنقفش في كلمه مثلا ممكن نبقى عارفينها او بنحاول نخمنها فنجيب منها اجابه. دي كلها طرق انت هتقابلها في الامتحان. ما انت هيجيلك سؤال في الامتحان انت مش عارف تترجمه اصلا. يا مستر ده مش عارف اترجم حاجه. حبيبي ارجع للفيديوهات بتاعتي. سمعت فيديوهاتي كنت متابعني؟ سمعتني وانا بحل ازاي في الحاجات دي؟ شفتني وانا بحل ازاي في الحاجات دي اصلا؟ دي كلها ستيب باي ستيب هتتطور معاك، فلازم تسمع شرح كتير، تسمع حل يعني. اسمع المستر وهو بيحل. فاضرب عصفورين بحجر، حل انت اسئله مع نفسك واسمع المستر وهو بيحل. شوف مستر بيحل حل معاه، خلص معاه حل مع مستر تاني، وهكذا تالت ورابع. حل بغباء واسمع فيديوهات حل كتير قوي قوي قوي. هيفرق معاك جدا جدا جدا. ما تنساش تعملي فولو، تعملي سبسكرايب، عشان باذن الله هننزل باللايف بتاعنا قريب ناخد فيه كل المشاكل اللي بتواجهنا، ودي اول خطوه هنعالجها مع بعض. قلناها حتى في الفيديو ده ان احنا هناخد مشاكلكم عشان نبدا نحضر بيها المراجعه النهائيه باذن الله. شكرا لكم واشوفكم في حلقه جايه. بحبكم.